تعالى بقى نشوف السمكه عشان نشوف الراجل ده بيألف علينا، والسمك الرد ينفع في البيت ولا ما ينفعش. عليكم بص يا معلم، اتفضل. صباح الفل عليكم. بصوا يا جماعه، شوفوا مش واحد عنده مطعم وممكن يعمل اي اكل هو عايزه في المطعم، بس اقول لكم حاجه بصراحه، الاكل في البيت بيبقى ليه طعم تاني خالص. معلش هتقولي بس في اكل صعب نعمله في البيت، هقول لك برضو غلط. هتقولي مثلا يعني ممكن اعمل سمك مشوي رده في البيت، اقول لك ممكن تعمله ويطلع زي بره واحلى. ويلا بقى نشوف هنعمله ازاي. هتجيب ببساطه شويه ملح، هي اصلا ما بتتبلش، هي بس البطن بس عشان ايه؟ الزفاره. كمون، لو عايز شويه شطه ماشي. مش تخيل كده يا باشا، خلصنا خلاص الرده. وادي السمكه لا تبلناها ولا عملنا فيها حاجه، بمنتهى السهوله. هتحط السمكه كده في الرده وتروح جايب من الجناب دافنها، هتروح ماسكها من عند الراس وقالبها كده، وهتروح دافن الحته التانيه، جاي منفضها كده اهو وحاططها كده، ولا زيت ولا اي حاجه. وهتفتح الفرن على اعلى حاجه من تحت وفوق، علي على قد ما تقدر ودخلها يا معلم. وكمان شويه لما تلاقي كده ايه نفشت وخدت لون، هتروح قلبها وانتهت. هوريكم بقى بنعمل له كده صوص كده لما يطلع نسقيه بيه، اسمه شيرش. هوريكم بتعمل ازاي برضو اسهل من السهوله. يلا بينا. ادي ليمونه متقطعه حتت صغيره، شويه بقدونس، شويه شطه اللي هي السوداني دي، بتجيبها اللي هي القرون، بتدي شكل حلو برضو وطعمها مختلف عن الشطه العاديه اهي. على شويه شطه عاديه، على شويه ملح، شويه كمون، هتعصر بقى شويه ليمون، جيب بقى كام فص توم كده، تحط شويه ميه في الاخر. ريحته فظيعه، ريحته تحفه. طبعا يا جماعه انتوا عارفين السمك المشوي بالرد ده ما يحلاش الا بشويه رز صياديه وشويه سلطه خضراء بالبصل والجرجير وايه تاني وبابا غنوج. البتنجان ده احلى حاجه في الدنيا. ننزل عليه بشويه طحينه، شويه شطه، شويه كمون، شويه ملح. طبعا كانت عايزه شويه توم على البابا غنوج بقى فظيع، بس للاسف انا ممنوع من التوم. شويه ليمون، كتر الليمون يعني ايه، بابا غنوج يحب المزازه. شويه زيت واهرس. تعرف بقى، سلام على رغيفين ايه بلدي من الفرن. سلام. الصراحه يا جماعه ما قدرتش، ضيفت حطيت فص توم بس فص صغير يعني، بس هي لازم توم، هنكدب على بعض. دلوقتي يا جماعه هي طلعت من الفرن. اهم حاجه بقى وهي سخنه نار وهي لسه طالعه من الفرن عشان تقبل التتبيله، تجيب الشبش وتقلبه كده عشان اللي تحت يطلع فوق. وهي بقى تسمع لازم ايه؟ صوت التش دي، اسمع. لو ما سمعتهاش يبقى في حاجه غلط. وبعدين بقى تروح عامل ايه كده. الريحه يا جماعه، بعدين نطلعها على طول في الطبق اهو. طبعا ايه ما بتلحقش تشرب الميه، هنطلع التانيه كمان. دلوقتي يا جماعه اهي خلاص، بصوا منظرها تحفه وريحتها تحفه. نحط بقى شويه ايه؟ شرش ناشف. يعني ايه شرش ناشف؟ يعني هي مكونات تاني بس ايه على الناشف. شويه كمون، شويه شطه، وعصره بقى ليمون كده ايه فريش. دلوقتي بقى يا جماعه جت اللحظه الحاسمه، هنبتدي. بصوا بقى الرصه دي، ده شويه ايه؟ سلطه خضراء بالجرجير والبصل. عارفين يا جماعه الاكله دي والله العظيم لو مهما يعني لو بقيت ملياردير تمام وبتاكل في كل حته في العالم، لو ساكن تحت برج ايفل نفسه، الاكله دي بالترتيبه دي، بابا غنوج بالسمك الرده البولتي بالذات، بالرز الصياديه بالسلطه الخضراء، الاكله دي لازم بتهفك. ولما بتهفك مفيش اي اكله تانية في الدنيا تعوضها، لازم هتاكل. جرب الاول الرز ايه والبابا غنوج بالسلطه. بسم الله. تعالوا بقى نشوف السمكه عشان نشوف الراجل ده بيألف علينا، والسمك الرد ينفع في البيت ولا ما ينفعش. انا هوريكم حاجه واحده تعرفوا ان الراجل اللي قدامكم ده ايه؟ معلم وما بيألفش عليكم. بص يا معلم، اتفضل اتفضل. انا اعرف مطاعم ما بتعرفش تطلعها كده. بص اهو، بص الجمال
شاربة الشرش بقى وايه، نار. يا نهار اسود. بص بقى، تعالى ارجعك لذكريات الطفولة. تحط حتة كده مع شوية رز كده، مع شوية بابا غنوج، مع شوية سلطة، شوية جرجير، تروح هوبا كده بقى. دي الكومبو، ده الكومبو بقى. يا نهار اسود. طبعا انا بعمل دايت، بس الاكله دي مش البلدي اللي طالع من الفرن ده، معلش سامحوني سامحوني، انا اسف على الدايت اللي ايه هيروح. هي اكله دايت على فكره. كمل بقى عشان ايه مش قادر.